كرواتيا إذا لمواجهة مانشستر سيتي في افتتاح مشاركاته في كأس العالم للأندية. وخاض ممثل المغرب حصة ثانية في مقر إقامته في بيثيسدا في ولاية ميريلاند التي تبعد حوالي 3 ساعات عن فيلادلفيا، حيث سيخوض مباراته الافتتاحية أمام السيتي يوم 18 من الشهر الجاري. هذا وكان الوداد قد فاز وديا على فريق سالورون الكندي ب7 أهداف دون رد في آخر محطة إعدادية قبل خوض غمار المونديال. وفي مقابلة مع بي إن سبورتس أكد مهدي بن عبيد حارس مرمى الوداد الرياضي تطلعه للظهور في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأسماء الكبيرة للأندية المشاركة في البطولة، مشيرا إلى أنه تأثر في مستهل مشواره بالحارس المصري المعتزل عصام الحضري. سيدي قنوات بي إن سبورتس، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع الدولي المغربي مهدي بن عبيد حارس نادي الوداد الرياضي والمنتخب المغربي. مهدي مرحبا بك وشكرا على قبول دعوة قنوات بي إن سبورتس. شكرا على الدعوة السي مهدي، وكنتمنى من الحوار ينال الإعجاب مشاهدين قنوات بي إن سبورتس. بكل تأكيد قدوم محمد أمين بن هاشم أعاد الروح لفريق الوداد، دربك سابقا مع الفتح، وربما بن هاشم يثق في بن عبيد أكثر من موكوينا، ولعل منحه إياك شارة العمادة خير دليل على ذلك. شارة القائد هي تكليف قبل أن يكون تشريف. بعد القدوم ديال الكوتش أمين بن هاشم استطعنا أن نفوزوا 3 المقابلات متابعين، النتائج كتهضر، عطانا بانت واحد الروح جديدة في الفريق، الشيء اللي خلانا نربحوا 3 ديال المقابلات متابعين واستطعنا ننسلوا لا سيزون في المركز الثالث. كنبغي نشكروا على العمل اللي قام به معنا، على التشجيع ديالو لينا، على الثقه ديالو لينا، الجروب كامل صراحه. كنظن ان الشاره ديال القياده في فريق كبير بحال الوداد الرياضي مسؤوليه اللي كبيره، و ما حد الكوتش عطاني هذه المسؤوليه، فانا غادي ندير كل ما جهدي باش انني نحظى بالثقه ديالو ونكون قد هذه المسؤوليه ان شاء الله. مسابقه اللي ما غاديش تتاح لجميع اللاعبين انه يلعبوها، مسابقه اللي عالميه، مسابقه اللي غادي يكون فيها كما شي فرق كبار، اسماء كبيره، ولو فيت انك تواجد معهم فهذه شي حاجه كبيره. المستوى القاري كان عصام الحضاري اسطوره، انه كان ديك الوقت توج 3 ديال كؤوس افريقيا، كان ليه فضل كبير في التتويج ديال مصر. حارس كبير، حارس عالمي، حارس اللي قدم مستويات كبيره في طول المشوار ديالو. من المعروف عنك انك حارس يجيد اللعب بالقدمين، وهي ميزه نادره تفتح المجال امام بناء اللعب من الخلف، وهو ما يجعلك البروفايل الانسب بالنسبه لبعض المدربين، لكن هذا الاسلوب لا يخلو بكل تاكيد من المجازفه ويعرضك احيانا لارتكاب اخطاء مؤثره. كيف توازن بين الجرأة والحذر في هذا الجانب؟ اليوم ما تقدرش تكون حارس في مستوى كبير الا ما كنتيش كتلعب برجليك، كما قلتي فيها مجازفه. ضروري من ان الغارديان ياخذ لو ريسك باش انه يستطيع انه يعاون صحابو اوفونسيفمون، ولا غادي يكون حارس عادي اللي محدود واللي ما يقدرش يساير الكره الحديثه. سي فري فيها مخاطر، كرة بصفة عامة فيها مخاطر، كون ما كانوش أخطاء ما غيكونوش الأهداف، لكن بعض المرات كتكون الظرفية ديال الخطأ ما مسموحاش. الأهم هو لا رياكسيون مورا الخطأ، لأن الخطأ وارد. نشوفوا حراس كبار اللي كيديروا أخطاء في بطولات عالمية. الانتقادات واجهتها منذ بداياتك، كنت لاعبا مشاكسا إن صح التعبير داخل الملعب. أتذكر الواقعة الشهيرة خلال مباراة المنتخب المغربي الأولمبي أمام مالي سنة 2019، حدث صدام مع الحكم في نهاية اللقاء وتعرضت لانتقادات وضغوطات إعلامية. كان هنالك شخص واحد وقف في صفك ودافع عنك، الحديث هنا عن المدرب وليد الركراكي، كان آنذاك مدربا للفتح. كيف ترى أو كيف رأيت موقف وليد الركراكي في ذلك الوقت؟ صراحة موقف اللي ما عمري غنساه في حياتي كما قلتي، لأنه في الوقت اللي
كلشي كيهاجمك وكلشي ضدك، فهو كان معاك، كان ساندني الصراحه. بيني وبينه هضر معايا قاصح، قال لي بلي داكشي ما خاصوش يدار وما خاصكش ديرو، ولكن قدام الصحافه فحماني بشكل كبير. كنت